عسلامة عسلامة ومرحبا بكم معنا في دبرتنا اليوم مع بعضنا باش نعملوا العصبين التونسي. الشه على العصبين التونسي، وش باش نودكم، وش باش نحكي لكم، وش باش نخلي عصبين متاع دار العرس، متاع العيد، متاع الفرحة، متاع المسرات، متاع الورري، متاع الجو الشيخات. عصبين فيوح ابنين يعمل الكيف يعشق على طريقة الوالدة وهكا مشخشخ من داخل. حاسيلو اللي حاجته بالوصفة بالبنة يقعد معي للآخر. ما تنساوش تشتركوا في القناة. أول حاجة نعملوها ناخذوا كمية من الحمص تكون منفخة قبل بليلة في كسرونة، نحطوا كمية من الماء ونحطوا الحمص متاعنا ونخليوه يتصمت نفس صمتة. هذه كشكوشة من الفوق تطلع لنا اللي هي تتسمى الزنخة، تلقاوها في الخضرة في اللحم في كل شيء. ننصحكم تنحيوها، واللي ما يحبش ينحاها ما يقلقش، راكم تروها توحل هكا في الحويفي وبعد تتنحى على روحها وحدها. به لهنا هذوما العصبين والبوبنيت اللي عنا، هذيك الكرشة منصفتها وشوفوا ما شاء الله عليها كيفاش تلصف لصفين. به الكرش هذه راني نظفتها وصورتها في فيديو، اما الفيديو هذاك مستحفظه بيه مازلت ما هبطوش. ما نعرفش كان حاجتكم بالوصفه قولوا لي نهبط الفيديو، كان ما حاجتكم شو تعرفوا كيفاش تنظفوها وما تستحقوش ما غير ما نهبطوا الفيديو. بعد الحمص عنا المعدنوس. لهنا المعدنوس عندي ربطه اكهو، راهي الطريقه متاع الوالده ما تكثرش برشا الحشاوش وكل، اكثر تحط ازهومات، وراهي من غير سلق، ما نحطوش السلق، راهو السلق بعد يميزها تجينا هكا ميه وماهيش شاده روحها مش بنينه. المهم نحطوا ربطه اكاهو معدنوس، نقصها جويد جويد بالطريقه هذه وباش نحطوها في الصحفه اللي باش نخلطوا فيها. لهنا الحمص متاعنا بعد ما عمل نصف الطياب، عمل هكا غلوتين ثلاثه، المهم طرا معانا اما مازال شادد روحه. لهنا باش نحطوا كميه من الحمص كل واحد قداش يحب، راني مانيش باش نحط الكميه اللي في الصحفه هذيك كل، على خاطر بعد باش نطيب كسكسي هكا بالعصبين واللحم. حسيلو ما نحكي لكم شو برا متصوروش قداش فرحانه. المهم هذاك علاش الحمص حطيت كميه كبيره، ما راني مش الكل باش نستعملها في العصبين نتاعي. في صندوق الوصف تلقاو برشا وصفات نحطهم لكم كلهم هكا متعلقين بالعيد، بالكسكسي بالعصبين، كسكسي بالحم والعصبين، نحط لكم السيترونات، حاسيلو هكا برشا وصفات شوفوهم وشيخوا روحكم بهم هكا. باهي توا لهنا جا وقت الروز، تاخذوا الروز الابيض والا الروز الصبا، المهم ما تستعملوش الروز هذاك الاصفر متاعنا هذا الروز متاعنا بعد ما غسلناه بالكدا ونحينا منه النشاء اللي فيه زايد الكل، توا حطيناه في الصحفه ونضيفوه على الخليط متاعنا. باهي لهنايا عندي المكونات الداخليين متاع العلوش الكل، عندي القلب، عندي الكبده، عندي الريه، عندي الطحال، عندي شويه من اللحم، عندي اسمها طرفه من الكرش هذيك اللي يقولوا لها طلقت نساء، زاد كيف نظفتها بالكدا وقصيتها معاهم اللي هي هذيك. حاسيلو الكل اللي في العلوش باش نحطهم وراني ما نحيت منهم حتى شيء. كيما شفتوا قسيتهم هكا صغار صغار وحطيتهم على الخليط نتاعي، وهذه هي طريقه الوالده اللي هي تكثر اكثر من الزهومات على الخضره والحاجات الاخرين الكليكه، ورا الري والشه وعلى افراح والمسرات، وجينا العيد ومحلى العيد ومحلى العيد في ديارنا. حسيلو الفرحه وبرا. توا لهنا افاحات حشتنا بنعناع شايح، نجموا فرشك تقصوه جويد جويد، اما نعناع شايح خير. نحطوا كميه معتدله من الملح وبعد نذوقوا، نجموا نستحقوا نزيد والا نقصوا من الملح. لهنا نحب راني الفلفل الاكحل هذاك علاش حطيت هكا كميه باهيه من الفلفل الاكحل. توا لنا نحطوا البابريكا والا الفلفل الاحمر الموجود عندكم. فيما يخصني راني عندي بابريكا اكاهو ماهوش حار، انتم كان عندكم فلفل حار وتحبوها تكون حاره حطوا الفلفل حار، والا تنجموا تحطوا هكا شويه هريسه عربي تزيدها بنه على بنه وتردها افوح وافوح. الحق متاع ربي راني ما عنديش ومانيش هابطه لتونس، معناتها ما فماش لا هريسه لا حتى شيء، عولتيش نعملها وحدي. لهنا عندي هذاك فلفل مهروش اللي هو الفلفل الشيح، اما يرحيوه بالمولينكس يبدا هكاك مهروش، يتباع لهنا في الحوانت والا تنجموه تعملوه في الدار. هذاك فيه شويه وزويزه، هذاك هو اللي باش نحطه على قليل هكا يعطيني الحروريه اكل بنينه متاعنا التونسيه. بصراحه معزها اللمه ومحليه العيد ولمه العيد مع العائله،
الله غالب مانيش هابطة في العيد السنة، أما هذاك علاش حابين نعمل احتفالاتي على قبل ونحضر روحي ونحاول شوية نعيش من أجواء العيد متاع تونس. ربي يفضل لكم عائلاتكم وربي يلم شمل الناس كليكا. وكهو نخلطوا المكونات متاعنا الكلهم بالكدا بالكدا ونخليوهم بعض الوقت يرتاحوا باش كل شيء هكا يتشرب في بعضه ويدخل في بعضه. لهنا في تركيا العصبان متاعهم يعملوا هذوكم القلب والحم والكبده وكل شيء هذوكم ومعاه الروز اكهو. وبطبيعة الحال يحطوا لفحات يحطوه في الصينية متاع الفرن ويغطيوه من الفوق بكرداء ويخليوه يتيب في راحته حتى هذاك بنين. أما بطبيعة الحال العصبان متاعنا لا يعلى عليه. ولهنا عندهم الكوكوريتش اللي هي المسارن متاع العلوش الجويدة هذيك هكا يدوروها على العود متاع الباربيكيو ويطيبوها زادا بنينة. الكرش يعملوا لهني شربة بالكرش زادا بنينة على الاخر. جربتها ونطيبها وتعجبني. حاسيلو نرجعوا للتونسي متاعنا. خلطنا كل شيء نخليه يرتاحوا. هنا نحضروا ابره وخيط وكبه باش بعد نلقاو كل شيء قدامنا وما نستحقوش نقعدوا نمشيو ونجيو. بهذه لمحه عامه شنو حضرت الحشو متاعنا هذوكم الكرش والبوبنيت وكل شيء الابره والخيط وصحن نظيف اللي باش نحط فيه بعد ما نحضر. توا لهنا باش نبداو بالعصبان متاعنا. ناخذوا هذيك الكرشه اللي تكون نظيفه جنب الدخلاني ثم اللي ولدها يخرج هكيك الجلدة ويحط في وسطها الحشو. الحق متاع ربي الكرشة اللي عندي جويدة على الاخر هذاك علاش ما نجمتش نولدها. المهم نحطوها هكا في يدنا ونحطوا الحشو متاعنا. نحطوا كمية تكون باهية اما ما نعبيوهاش برشا نخليو مساحة. بعد ما نكملوا الكعبات متاعنا كل نزيدوا ونقصوا. لهنا كيما تشوفوا هكا سكرتها من جهات كليكا. وكان عندكم رداء راهو تعملوها برداء. توا نجيو للبوبنيت. لهنا كيما تشوفوا هكا بشويه بشويه نحاولوا نعبيو البوبنيته متاعنا بالحشو. نعبيو كميه وبعد الكميه هذيك نهبطوها بشويه بشويه حتى نوصلوها للاخر متاع كعبه البوبنيت. ولهنا فيما يخص البوبنيت ثم زوز انواع. يا اما النوعيه اللي تبدا ملوطه هكا مسكره وفما النوعيه اللي تبدا محلوله من جهتين. لو كان ملوطه مسكره ما يقلقش نحطوا الحشو متاعنا بالكدا بالكدا نوصلوه للاخر ونعبيوها. اما ديما نقراو احسابنا اللي نخليو شويه هكا مساحه فاضيه باش بعد البوبنيت متاعنا والا العصبان هكا يطيب وياخذ راحته في التطيب والحشو ما يخرج الناشي على برا. توا النوعية الثانية من البوبنيت اللي هو يكون محلول من جهتين. ناخذوا الجهة الصغيرة وهذيك باش نعملوا فيها عقدة بالمصران بيدو هكا ندوروه وتعمل لنا هكا عقدة. نحاولوا نربطوها بالكدا بالكدا باش بعد ما يخرجش منها الحشو. وبالطريقة هذه نجموا نعبيو الحشو متاعنا على راحتنا. وتوا جاء وقت تسكير العصبان متاعنا. لهنا لو كان عندنا الرداء راهو نعملوا جنب بالكرشه وجنب بالرداء. لو كان ما عندناش الرداء كيف ما في الطريقه متاعي نحاولوا الحشو كل نحطوه في وسط الكرشه متاعنا وهكا ونلفلفوه بالكدا بالكدا. وتوا ناخذوا المصران الجويد اللي يشوفوا ما شاء الله عالجود متاعو خاطرو نظيف نبره يشعل شعلين هو والكرش والكرشه كلها معناتها حسيلو. ونبداو كيف ما هكا ندوروا بشويه بشويه ونحاولوا الخيط متاع المصران هذاك ندوروه من الجهات الكل. لهنا بعد ما نكملوا المصران متاعنا نقصوا الزايد بالسكينة وإلا بالمقص. وتوا ناخذوا الكبة اللي حضرناها من اللول وزادة حتى هي كيما الخيط متاع المصران توا ندوروا بالخيط متاع الكبة وهكيكا نتأكدوا أكثر اللي العصبانة متاعنا بقدرة ربي ما تتحللناش وما تتفرتش وقت اللي نجيو نطيبوها. لهنا حاجة بركة ما تنسيوش وقت اللي باش تقدموا العصبان تنحيوا الخيط. وهذه البركة الأولى معانا حضرت عنا زوز أنواع من العصبان. النوعية الأولى اللي وريتها لكم هذيك اللي تبدأ المحلولة بكلها واللي تعاونها بردي. وفما النوعية هذه اللي تكون ديجا كيف ما هكا مكعبرة حاضرة وهذه تلقى منها طرف أكهو خاطر كان هذيك أكهو حسيلو. المهم هذه تمدوا الإبرة والخيط
وتخيطوها بالإبرة والخيط وكهو بطريقة عادية وبالطريقة البسيطة. لهنا قبل ما نسكروها الكل نخليو طرف تبدا محلولة ونعاودو نعبيو بالحشو لو كان هي ناقصة الحشو. المهم بعد ما نعاودو هكا نحطو الحشو وكل شيء زيادة تقعد لازمها متفاضية شوية باش كي تطيب يرقى المكونات وين يطيبوا ويرقى وين هكا ياخذوا راحتهم. وبعد العصبان ولا البوبنيت ما يتفلقش معانا وما يخرجش الحشو الكل على برا. ولهنا بعد ما كملنا حطينا اللي ناقص هكا عبيناه، نكملوا نسكروا كلها وكهو وبسم الله ما شاء الله على البركات نتاعنا. توا لهنا جاي وقت البوبنيت. لهنا البوبنيت اللي يبدا محلول زاده كيف بالإبرة والخيط تخيطوا عادي وتسكروها بالطريقه هذه العاديه. وبعد تاخذوا خيط الكبه هكا وتلفلفوه تدوروه بالكدا باش تتاكدوا الحشو يقعد الداخل وما يخرج حتى شيء. وكما قلت لكم اتاكدوا وقت التقديم تنحيوا الخيط. توا لهنا طريقه اخرى، لو كان ما تحبوش تعملوا بالخيط تاخذوا البوبنيته متاعكم وتحاولوا هكا تعملوا لها عقده كيما عملنا في جنب الاخر قبل ما نبداو الحشو. ولو كان ما زازتكمش باش انتم تعملوا عقده تاخذوا هكا البوبنيته كيما تشوفوا في الفيديو بالضبط وبالمقص والا بالسكينه نقصوا هكا نعملوا حله في الوسط بالضبط. ولهنا نسكروها بالطريقة العادية ونحاولوا نعملوا أكثر من عقدة باش هكاكا ما يخرج حتى شيء على برا. الأكثر احتياط ناخذوا المصران الجويد وزادا كيف ندوروه في عوض الخيط بكري توا نعملوا بالمصران الجويد. ولهنا الموجود عندكم تعملوا بيه وكل واحد وشنية الطريقة اللي يرتاح فيها وكهو. ولهنا نكونوا كملنا الكمية متاعنا الكل. ولهنا البركات متاعنا الكلهم حضروا والجو شيخات متاعنا الكلهم حضروا. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة واستفدتوا منها. ما تنسيوش تكتبوا لي رايكم في خانة التعليقات وكهو عادة ورا ري علينا وما شاء الله علينا وعلى فرحتنا وعلى جونا وعلى شيخاتنا. وعيدكم مبروك وان شاء الله ديما زاهين وعاملين جو وفي وصفة اخرى ودبارة اخرى وانتم تكونوا ديما بألف صحة وخير وعافية وباي باي.